كلنا مرينا بيه، بنحس ان احنا مخنوقين مش عارفين نرسم ولا نعمل اي حاجة. في الفيديو ده بإذن الله هنعرف لو عندنا ارت بلوك ازاي نحله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في قناة ذكري ارت. اخوك محمد ذكري مؤسس القناة ديت، وفكرة القناة بكل اختصار شديد المحتوى عن رسم كبير بقى، يعني اللي هو على اتساع. تحديات تلاقي، فعاليات تلاقي، شروحات رسم، تعليم رسم الى اخره. باذن الله تلاقي كل ده موجود عندنا في القناه ان شاء الله. فلو عجبتك فكره القناه يا ريت متنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد، وتدينا لايك كده. ويلا بينا نشوف موضوع النهارده. انت داخل الفيديو ده عشان تعرف حاجات عمليه هتعملها، فما تتكاسلش عن الحاجات ديت. ولو عندك ارت بلوك لازم تفكه دلوقتي حالا. اول حل معانا وانك تحفز نفسك. ازاي احفز نفسي؟ انا اقول أنا شجاع، أنا موهوب. تخش على تطبيق الناس بتنشر فيه رسوماتها كتير، زي جروبات الفيس، الواتساب، انستجرام، اي جروب بينشروا فيه رسمات المحترفين وكده. فانت بقى تبدأ تشوف رسمات المتابعين وتقول ايه ده، ايه المستوى اللي هم فيه ده، انا عايز اوصل له. بتبدأ تتحفز، رسوماتهم تديك زقة. واخد بالك؟ رسوماتهم وابداعهم يديك زقة لقدام في انك تتطور وتبقى زيهم واحسن. منفعتش معاك الطريقة دي يا سيدي، اتقل عليا في طرق تانية. الطريقة التانية انا ذات نفسي بستخدمه كتير لما بيجيلي ارت بلوك. حلو انك ترسم حاجات مختلفة عن العادة، او تجرب ستايل جديد في الرسم. مثلا بحب ان انا ارسم انمي. جرب ارسم انمي بس على شكل طيور، حيوانات، الكلام ده. بترسم انسان، جرب ارسم حيوان. غير، ارسم حاجة انت ما رسمتهاش قبل كده او مختلفة عن العادة. الحل التالت انك ترسم حاجة انت بتحبها. انت كرسام بترسم حاجات متنوعة بخامات متنوعة، كل حاجة متنوعة. ترسم بورتري، مناظر طبيعية، طبيعة صامتة، انمي، ده كله بترسمه كفنان ورسام. طيب انت بتحب ان واحد من دول وجالك ارت بلوك، بقى تعمل ايه يا سيدي؟ ببساطة انك ترسم اللي انت بتحبه من ده كله. انا بحب رسم الانمي، ارسم انمي. بحب الون بالالوان المائية، الونها بالالوان المائية. تحرص اللي انت بترسمه يكون معبر عن الحالة اللي انت فيها دلوقتي. لو انت مثلا زعلان عشان عندك ارت بلوك، جرب ارسم حد زعلان. انا لو انا كواحد بيرسم انمي هجرب ان انا ارسم واحد زعلان شكل انمي زي كده. بص بقى، الحل اللي جاي ده حرفيا دمار. حل انا بلجأله دايما بنسبة 100%. الارت بلوك عندي بيتفك. الحاجات اللي فاتت دي كلها الارت بلوك لما كان بيتفك عندي يعني 50%، 50%، يعني كان بيتفك احيانا وكان احيانا لا، يعني ببقى قاعد كده. الحل ده بكل بساطة يا اسطى انك تغير في الروتين بتاعك. محمد، ايه الكلمة العجيبة دي؟ اغير في الروتين ازاي يعني؟ ما سمعتش قبل كده ازاي تغير روتينك ولا ايه؟ قاعد في اوضتك بترسم، خد السكتش بوك بتاعك الجميل زي ده، مقلمتك، واطلع بقى بيهم بره كده اهو. ارسم، اطلع بره على اي جنينة، احجز في اي كافيه، ارسم ودلع نفسك بقى. كوباية قهوة، وركز يا حبيبي، انا قلت كافيه، ما تجيش تنزل لي قهوة القهوجي يضحك عليك ويقول لك اجيب لك حجر. ما ينفعش بره. بص يا حبيبي، عشان الخاصة دي كلها من غير هذا الجو المرح الجميل، تغير روتينك في ايه؟ تطلع بره تتمشى شوية، ترسم في حدائق خضراء جميلة، تحجز كافيه. ما ترسم في اوضتك، ترسم على السطح. تغير قعدتك، بدل ما كنت بترسم على المكتب ارسم على مكتب تاني، ولو ميزانيتك ما تسمحش ارسم على السرير. يعني جرب ترسم بخامة جديدة. انت فاهم الكلام ده كله؟ ده نوع برضه من انواع تغيير الروتين. ما تستهدفش حاجات بسيطة زي دي لانها بتدي فعلا يعني مفعول كبير. اما بقى لو كل اللي احنا قلناه النهارده ده منفعش معاك، بقولك ان نفسيتك الفترة دي تعبانة شوية، ريح نفسك شوية، يعني خد لك بريك، خرج نفسك من النفسية التعبانة والاكتئاب اللي انت موجود فيه الفترة ديت. ربنا يعينك على ظروفك، وربنا يعين المسلمين كلهم يا رب العالمين. وانا والله يا محمد يعني انا كل شوية هقعد افك الارت بلوك، اكسر الارت بلوك، افك الارت بلوك وانت ماشي بقى. طب انا اعمل ايه يعني عشان اتخلص من هذا الملل؟ عايز تعرف اكتر عن ارت بلوك وازاي تقي نفسك منه؟ فانا عملت فيديو بيتكلم عن ازاي تقي نفسك من الارت بلوك وان هو ما يجيلكش تاني باذن الله. هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف،
او في اول كومنت، او حتى قدامي على الشاشة هنا ممكن يظهر عادي جدا، الله اعلم. وبس كده، قولنا في الكومنتات لو انت عندك طريقة رابعة او طريقة خامسة، والله ما اعرف الطريقة كام، طريقة يعني تانية يعني، حابب بيها انك تفيدنا بيها، ونفيد بعضنا كده يا شباب، ما نبخلش المعلومة عن بعض. خليكوا جدعان. بس والله ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وزر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد، ولايك عشان تحفزني وتدعمني، وتصلي على النبي، والسلام عليكم.